اولا التربيه. برافو عليك. الاب او الام الموضوع في او البيت صح. الام بالذات عشان هي لازم المسؤولة اكتر يعني. هي اللي بتقعد مع الولد اكتر او البنت. مثلا ممكن من وهو صغير يشتكوا لها من ابنها، يقول لك لا انا ابني مش غلطان. بعد كده تقول له يا حبيبي ما تعملش كده تاني. ما هو لما يلاقي كده الطبيعي ان هو هيعمل كده تاني. طبعا بعد عشان كده الامر هيسوء اكتر. ده بالنسبة للطلاب. غير كده كمان ان هم مش متعلمين دينهم كويس سواء كانت ديانته ايه. ده برضو ليه عامل. الاب العنف ده ممنوع يقول في له كل انت الاديان. صليت النهارده، لا ما صليتش، اخره ممكن يديله بالقلم وخلاص، ايه اليوم عدى. وبالنسبه لسيكولوجيه الطفل او اي حد لو هو هي اتضرب وصلت لسيكولوجية؟ والله مش بقى الموضوع بيكبر.